فاس يتقدم بالكرة، فرصة لفائدة لمصلحة نادي أولمبيك أسفي، يسرع يضاعف السرعة، الغيني التدخل من لمرمى الحارس أنس الزنيتي. كانت فرصة خطيرة على مرمى الفريق، الكرة كانت متجهة. سيتابع اللقطة، سيتأكد مما حدث هشام التمسماني، سيأخذ الوقت الكافي للتأكد. بعد ذلك سيعلن عن القرار النهائي، هل سيعلن عن ركلة جزاء أم سيطلب مواصلة اللعب. الآن هشام التمسماني، ما الذي سيعلن عنه هشام؟ حكم الساحة ركلة جزاء. من الذي سيتفوق على الآخر؟ كساك التسديد، حارس المرمى أنس الزنيتي ينجح في التصدي وينقذ أنس الزنيتي. هنا اللقطة، هنا الفرصة، تنفيذ ركلة الجزاء بهذه الطريقة من عبد الرحمن كساك. تفوق عليه أنس الزنيتي بخبرة السنين، بخبرة المباريات الكبيرة. أنس ينجح في تضييع ركلة الجزاء. هنا فرصة للرجاء الرياضي، إمكانية التسجيل، قد ينجحون قد يتمكنون. الكرة تصطدم، أمادو كساك ضيع ركلة الجزاء. ركلة جزاء كانت تمنح أولمبيك أسفي الأسبقية والتقدم. ترى يونس النجاري، فرصة ما زالت مستمرة، ينجح في المراوغة يونس في منطقة الجزاء. فرصة، إمكانية عطلة خفيف في خطأ في التمرير. شيخنا التمرير، فرصة محاولة خروج حارس المرمى، خطأ فادح من الزنيتي. يتدخل في آخر لحظة من عبد الله الرياضي من هدف محقق. خطأ فادح يرتكبه أنس الزنيتي، خرج في وقت غير مناسب. تسديدة عبد الله كانت بدقة عالية، كانت ستسجل النجاري. فرصة محاولة لنادي أولمبيك أسفي، يبحثون يحاولون يكثفون من فرصهم ويزيدون من ضغطه. فاس الذي خلق الكثير من المتاعب ليوسف بن العماري ولدفاع الرجاء كرداني. تقدم مهدي أصحابي، تنفذ الركنية. التدخل من أنس الزنيتي أم مس الكرة. أنس الزنيتي، الكرة خرجت بقرار من الحكم. هنا اللقطة، نعم خرجت ركلة مرمى لنادي الرجاء الرياضي. تغيير أول في يتولى مهمة التنفيذ. التدخل من خالد. هنا فرصة محاولة للرجاء الرياضي، التدخل في الوقت المناسب من خاسب، ينجح في التصدي. هنا كانت تمريرة آدم، تفتك الكرة، عادت ليسري بوزوق في الجهة اليمنى، يتقدم يسري، محاولة تمرير. التدخل فاس الغيني في مباراة اليوم السريع. هنا تمرير للمالي، خروج حارس المرمى. التدخل من الدفاع، الكرة تصل العرضية، فرصة، التدخل من الدفاع. محاولة ضربة رأسية، الهدف الأول في المباراة. الرجاء الرياضي يحصل على الأسبقية، يحصل على التقدم هنا في الملعب البلدي بمدينة برشيد. ضربة رأسية تمنح التقدم للرجاء الرياضي في مباراة اليوم. ضربة رأسية لم يجد معها أي حل حارس مرمى نادي أولمبيك أسفي. فرحة كبيرة هنا في المدرجات بهذا الهدف الثمين الذي يسجل. هدف يمنح الفريق الأسبقية، يمنح الفريق التقدم هنا في مدينة برشيد، هنا في الملعب البلدي. هدف التقدم، هدف ثمين يسجله نادي الرجاء الرياضي. هنا فرصة، محاولة جديدة، يبحثون عن الهدف الثاني، قد يتمكنون. التسديد، حارس المرمى خالد كبيري علوي ينجح في التصديد، بينما سيسعى نادي أولمبيك أسفي للعودة في النتيجة. كل شيء ممكن. محمد بولكسوت يتقدم بالكرة، فرصة، تدخل من الدفاع الماضي. هنا فرصة، محاولة جديدة، فرصة أخرى من الفرص من المحاولات. التسديد، تسديدة فوق العارضة خارج.
شيئا من نهاية الشوط الثاني ومن نهاية المباراة. الرجاء الرياضي يبحث عن هدف. يونس النجاري يتقدم بالكرة. يونس يحاول من عناصر الرجاء الرياضي. ضربة رأسية الهدف، ضربة رأسية الهدف الثاني، الهدف الثاني الذي يقرب الرجاء الرياضي أكثر من الفوز، من الانتصار، من بطاقة الترشح. ضربة رأسية لم يجد معها أي حل حارس المرمى خالد كبير علوي. فرحة الألماني جوزيف زيمباور، فرحة المدرب الألماني بهذا التقدم، بهذا التألق، بهذا التفوق، بهذا الإبداع. الرجاء الرياضي من خلال الهدف الثاني تقريبا نفس سيناريو الهدف الأول، تقريبا نفس سيناريو الهدف الأول. هنا اللقطة الماضية ضربة رأسية.